مسلسلنا بيبدأ بقصة حب ما اتكتبلهاش النور، لأنهم كانوا بيدوروا على تشوي في القصر علشان بيعتبروه شخص خاين للمملكة، لكن ما يعرفوش إن لين اللي هي بنت الملك أصلا هي اللي بتخبي تشوي منهم في أوضتها. ومش بس كده، لأ كمان بتتفق معاه إنهم يهربوا سوا. ولما بتوصل لين للمكان اللي اتفقوا يتقابلوا فيه علشان يهربوا، ما بتلاقيش تشوي جه، وبيتكشف أمرهم للأسف، وجنود الملك بيقبضوا عليها وبيفضلوا يضربوا فيها علشان تقول لهم على مكان تشوي اللي هي أساساً مش عارفة هو فين. وبتعدي السنين وبتفضل لين تدور على تشوي اللي خلف بوعده ومش بتكون عارفة هو فين، لكنها بتفضل تدور عليه في كل مكان يمكن تلاقيه. وعلشان لين معاها الجرس السحري اللي أول ما بيحس بوجود تشوي بينور، بتكتشف لين وقتها إن تشوي موجود حواليها ومش بتكذب خبر، وبتروح فعلاً تشوفه موجود فين بالظبط. بتلاقيه واقف مع بياع وبيشتغل عنده كمان، ومعاهم ست كبيرة بتاخد تشوي عريس لبنتها. وبتفضل لين تراقبهم من بعيد لحد ما بنيجي لليل، وبيكون تشوي مع البنت اللي المفروض هيتجوزها دي، وهو مش فاهم أي حاجة أصلا. في الوقت ده وهو معاها بتدخل لين عليهم وبتنقذه من الناس دي، لكن وقتها لين بتكتشف إن تشوي مش عارفها أصلا ولا بيقدر إنه يتعرف عليها كمان. بتاخدوا لين وبيهربوا من المكان ده أول ما بيلاقوا العروسة وأهلها دخلوا عليهم علشان ما ياخدوش علقة. بتوصل لين بتشوي لحد محل صديقها في البلد اللي اسمه تشين، بتعزم وقتها لين على تشوي بالأكل، وبعد ما كان رافض ياكل بنلاقيه نازل على الأكل كأنه أول مرة يشوف أكل، وبيخلص طبق ورا التاني. فبيديهم صديقها تشين مكان يباتوا فيه لحد ما يلاقوا حتة يروحوها. وبيكون تشوي مش عايز يسيب لين اللي أنقذته من الناس اللي كانوا عايزين يجوزوه لبنتهم عافية. بتعرض لين على تشوي إنه يفضل معاها، وبيشتغلوا سوا في مشروعها الصغير اللي على قدها، وهو بيع الكتب اللي هي بتعتبره السفر عبر الزمن، لأنها كل ما تقرأ كتاب بتحس نفسها في مكان جديد مختلف عليها. وبعد ما بيندمجوا في بيع الكتب سوا، بيجيلهم شخص بيلاقيهم شغالين زي الفل وبيبيعوا اللي معاهم، فبيكون عايز ياخد منهم فلوس علشان يسيبهم في مكانهم وما يأذيهمش. لكن لين بتدافع عن أكل عيشها هي وتشوي، وبتطلع السيف السحري بتاعها علشان تتخانق معاهم، وللأسف بتتصاب من واحد منهم بالسيف بتاعه. وقتها الأشخاص اللي عملوا كده سابوا المكان وهربوا، وبيكون تشوي مشغول بإصابة لين وبياخدها علشان يعالجها، لكن بيلاقيها أول ما حست إن الناس دول هربوا وسابوها. بتكون لين حامية نفسها بحاجة حطاها في المكان اللي خدت فيه ضربة السيف، لكن تشوي بياخدها برضو علشان جرح إيديها وبيبدأ يعالجها فعلا. لكن في الوقت ده بتعرف لين من صديقها تشين إنه سلمهم للمعلم ويونج اللي بيدوروا على لين علشان ياخدوا منها السيف والجرس السحريين. وبيكون تشين كمان سمم لهم الشاي اللي بيشربوه، لكن الخدعة دي مش بتدخل على لين ومش بتشرب الشاي، واللي بيشربه هو تشوي. وأول ما بيوصل المعلم ومعاه يونج وعايزين ياخدوا منها الجرس السحري، بترفض لين طبعا، لكن بيعرضوا عليها وقتها إن الجرس مقابل الترياق اللي هينقذ حياة تشوي من السم. وقتها بس بتوافق لين على العرض ده. بعد ما المعلم ويونج بياخدوا اللي عايزينه وبيمشوا وبيسيبوهم، بنشوف تشين اللي حاول يصلح اللي عمله بإنه بيديهم الفلوس اللي خدها من المعلم ويونج علشان يبدأوا مشروعهم من جديد سوا. بيكون واضح على تشين إن هو غيران على لين من تشوي اللي قربت منه، وكل خطوة في حياتها بقت تشاركه فيها. وقتها لين بتعرف تشين إنها عينيها من تشوي، وبتفكر إنه ما يكونش مجرد شريك معاها في الشغل بس، لا يكون شريكها في الحياة الزوجية كمان. بيكون تشوي بيسمعها في الوقت ده ومبسوط من كلامها عنه، وبعدين بيعزمها تشين على مهرجان الفوانيس اللي هيتعمل في المدينة، وبيكون عايزها تروح معاه. لكن وقتها لين بتفتكر الوقت ده مع تشوي لما كانوا رايحين سوا المهرجان ده، فبتتضايق ان حاليا تشوي ما بقاش فاكر كل ده، وبترفض عرض تشين وبتخليه يمشي. بعدين بنشوف لين وهي نايمة وبتفتكر الكابوس اللي بيطاردها وهي بتتضرب من جنود الملك، ولما بيحس تشوي بيها بيقدر يتكلم معاها ويحتوي الموقف بكلامه ليها. تاني يوم بتيجي يونج من تاني علشان تاخد تشوي معاها، لكن لما بتتعرض للين بيوصل تشوي وبيدافع عنها وكمان بيحميها. وقتها بتطلب يونج من تشوي انها تقابله لوحدهم علشان عايزة تعرف منه شوية معلومات كده. وبيجي الميعاد وبتفضل يونج مستنياه فعلا، وبتفتكر الوقت اللي كانت بتقضيه مع تشوي زمان وهو بيجيب لها هدايا في عيد ميلادها، وكمان كان مهتم بيها على الآخر. على جانب تاني بتكون لين قاعدة لوحدها غيرانة علشان مش عارفة تشوي فين بالظبط، وبتكون مفكراه مع يونج. بيغلبها النوم، ولما بتفوق بتلاقي نفسها على السرير وحواليها
تشوي اللي ما راحش يقابل يونج، وكان بيجيب لها فانوس على شكل أرنب بما إن النهارده مهرجان الفوانيس. بنعرف في الوقت ده إن لين اتصابت بدور تعب شديد جدا، فبيفضل تشوي معاها مش بيسيبها، وبتكون يونج ما زالت قاعدة مستنية تشوي اللي ما جاش في ميعاده. بنرجع للين اللي نامت يوم كامل بسبب التعب اللي بتمر بيه، لكن تشوي حواليها وما سابهاش لحظة. ولما بتطلب منه إنه ممكن يسيبها ويمشي وما يعتنيش بيها أكتر من كده، بيرفض تشوي وبيصمم إنه يفضل جنبها، وبيبان اهتمام تشوي بيها وبصحتها طول الوقت. وده طبعا بيسبب غيرة بين تشوي وتشين، وبنشوف إن الاتنين بيتنافسوا مين فيهم يهتم بلين أكتر. لكن طبعا في كل مرة بيفوز تشوي قصاد تشين اللي بتنضم ليهم وقتها سونج اللي معجبة بتشين جدا وعايزة تقرب منه أكتر. لكن تشين مازال قلبه مع لين. وقتها لين بتحاول إنها تقرب الاتنين من بعض، وبعد ما بيخلصوا العشاء وبيفضلوا يتكلموا كلهم سوا، بيروح تشوي علشان يوصل لين، وبتكون سونج قاعدة بتلم بواقي الأكل مع تشين اللي بتحاول إنها تلمح له إنها معجبة بيه. بنرجع لتشوي اللي بيسأل لين عن ماضيها، وبتبدأ تحكي له عن كل حاجة، وإن المعلم ده زمان خدها ورباها ويعتبر في مقام باباها بالظبط. ولكن هي لما حبت تشوي زمان واكتشفت إنه خاين فضلت مكملة معاه، وده اللي خلى المعلم يقلب عليها ويضطر إنه يقبض عليها ويعاقبها، وإنها اتعرضت للتعذيب على إيد جنود المعلم لمدة 3 أيام متواصلة من غير أكل ولا حتى شرب، وده كله كان لأجل الحب. بيحضنها تشوي وقتها وبيحاول يخليها تنسى كل الأحداث الصعبة اللي مرت بيها، وما يعرفش إنها كانت أساسا بسببه هو لما ما جالهاش اليوم اللي اتفقوا فيه إنهم يتقابلوا ويهربوا سوا. تاني يوم بيكون تشين قاعد بيفتكر ذكرياته مع لين، وقاعد يشرب علشان يحاول ينسى، لكن مفيش حد هينسى حد بيحبه للأسف. بنرجع لتشوي اللي بيفكر مع لين إزاي يقدروا يرجعوا الجرس السحري اللي يونج خدته منهم، وبيفضلوا يراقبوا يونج من بعيد علشان يعرفوا مخبياه فين. لكن للأسف وقتها بيقع تشوي وإيده بتتكسر. بتحس يونج بيهم وهم بره القصر وبتاخد تشوي علشان تعالجه. وقتها بيلاحظ تشوي المفاتيح اللي يونج معلقاها في هدومها، وبيقول لين عليها علشان تشوف طريقة تقدر تاخدهم بيها. بيبان بعدها اهتمام يونج بتشوي، وبتحاول إنها تفكره بنفسها، لكن تشوي فعلا مش فاكر ولا واحدة فيهم، وبيديها حاجة تاكلها وبيطلع إنه حاطط لها فيها منوم علشان ياخد منها المفاتيح. وفعلا بعدها بتدخل لين تدور في أوضة يونج، وبتقدر إنها تلاقي الجرس السحري وبتلاقيه كمان بينور. بنرجع فلاش باك كده مع المعلم لما بيعرف إن لين اللي رباها واعتنى بيها طول السنين دي كلها هي اللي هربت تشوي الخاين من المملكة. وبيفتكر المعلم كمان لما كان مش قادر إنه يصدر قرار بالحكم على لين اللي بيعتبرها زي بنته، لكن ما يقدرش يخالف قوانين المملكة، وبيسلمها للجنود علشان يدوها علقة ويعلموها الأدب. بنرجع لوقتنا الحالي، وأثناء ما لين بتاخد الجرس السحري بتيجي يونج اللي فاقت من المنوم اللي خدته من تشوي، لكن لما بتدخل يونج علشان تضرب لين بيدخل وراها تشوي اللي بيحمي لين، وبيوصل للمعلم اللي بيقعد مع لين علشان يعاتبها على اللي حصل زمان بينهم. لكن لين بتكون رافضة إنها تسامحه على اللي عملوا فيها من ضرب وإهانة ليها. بيطلب المعلم منها في الوقت ده إنها لو عايزة تخلص عليه هو مستعد عادي، لكن لين بترفض إنها تعمل كده علشان دي مش أخلاقها برضه، وبتسيبه وبتمشي. وأثناء ما لين قاعدة بتراقب يونج اللي ما زالت بتعتني بإصابة تشوي ومش بتفرقه أبدا، بتغير لين عليه وبتقرر إنها تسيب يونج لحد ما تخرج من الأوضة، وبتدخل هي لتشوي علشان تاخد بالها منه، وبتفضل قاعدة معاه تكلمه وهو نايم كده، وبتحاول تفكره بأيامهم سوا وإنها عايزة المستقبل يكون معاه وما يسيبهاش لحظة. في الوقت ده بيفوق تشوي على صوتها، لكن بعد ما بتفكر لين بتشوف إن بعدها عن تشوي هو الحل الأنسب علشان ما تجيبلهوش مشاكل أكتر من كده، وفعلا بتسيبه وبتمشي، وبتروح تودع تشين صديقها وبتسيب البلد كلها. وقتها المعلم بيستنى تشوي يفوق من إصابته علشان يتكلم معاه ويعاتبه على إنه كان السبب في إن لين تختفي من تاني. لكن تشوي وقتها أصلا بيكون مقرر إنه بمجرد ما يخف من إصابته هيروح يدور على لين ومش هيسيبها تضيع منه. بتوصل لين بعدها للمكان اللي شافته ظهر لها في الجرس السحري، وبيجي بعدها تشوي ومعاه المعلم ويونج اللي كانوا مراقبينها وقدروا إنهم يوصلوا لها. بيحاول المعلم إنه يقنع لين ترجع عن اللي في دماغها وتسيب الماضي وتركز في المستقبل وبس، لكن لين بترفض وبتمشي ورا إحساسها وبتكون عايزة توصل لإجابات كتير عن الماضي. وبيحاول المعلم بعدها يصلح العلاقة بين يونج ولين علشان هو في الآخر ملهوش أي نية غير إنه يشوف لين مبسوطة في حياتها. بنعرف بعدها إن تشين اللي كانت عاملة
أعلى ملاك علينا طلعت ساحرة شريرة، وهي وساحر تاني معاها بيساعدها، وهم دول اللي لين بتدور عليهم، وبتحاول لين إنها تخلع من تشوي تاني وتخليه يبعد عنها علشان تشوف طريقها، لكن تشوي بيرفض ده جدا. لكن لين بتقدر إنها تهرب منه في الرياح اللي مخلياه مش شايف حاجة قدامه. بعدها بنشوف تشوي اللي بيفوق بيلاقي نفسه مع الساحرة الشريرة علشان الساحر جابهولها تتعشى بيه، وده بجد مش هزار، وده علشان الساحر يكتسب حريته من تحت ايد الساحرة الشريرة اللي مقيدة حريته. لكن بتوصل لين في الوقت ده للمكان اللي عايزة توصله، وبتعرف ان تشوي هو كمان موجود فيه. واول ما بتدخل لين على الساحرة الشريرة بتلاقي تشوي اللي محجوز عند الساحرة الشريرة. وقتها لين بتطلب من الساحرة انها تحكي لها عن ماضيها كله، وللأسف لما بتحكي لها الساحرة بنكتشف ان تشوي فعلا كان خاين، وهو اللي دبر مقابلة لين زمان، وهو عمل كل حاجة علشان يقرب منها ويسلمها لجنود المعلم مقابل ان الساحرة تحبه وتتجوزه. لكن لما حس تشوي ان الساحرة هتتجوز من شخص تاني وهتنساه قرر انه يخلص على نفسه. وبنعرف ان تشوي اللي موجود في زماننا الحالي ده هو اللي جاي من خلال عالم تاني لعالم لين. لما بتعرف لين كل اللي الساحرة بتصدمها بيه ده بتكون عايزة تخلص عليها، لكن قوتها مش بتكون مساعداها للأسف، وبيجمع قوته كلها قدام قوة الساحرة الكبيرة جدا عليه وممكن تقضي عليه. بتطلب لين من تشوي انه يوقف القوة بتاعته قدام الساحرة الشريرة، لكن تشوي مش بيهتم الكلام لين وبيقرر انه يكمل زي ما هو. وبعد ما بيخلصوا هما الاتنين قوتهم قدام بعض بتقع الساحرة الشريرة على الأرض وبنودعها. وقبل ما توصل لين لتشوي علشان يقوموا بعض من على الأرض بيفقد تشوي وعيه وبعده على طول لين. لكن قوة لين وقوة تشوي بتكون قادرة إنها تجمعهم من تاني وترجعهم للحياة بعد فقدانهم للوعي، وبيتجمعوا الأحباب من تاني وبيتجوزوا أخيرا هما الاتنين. لكن بتقرر لين بعد أول يوم جمعها بتشوي إنها تسيبه وتمشي تاني، يعني بعد كل اللي مروا بيه ده برضه لين مش عايزاها تنتهي بنهاية سعيدة أبدا. وفعلا بتقوم لين من النوم وبتودع تشوي اللي في سابع نومه وبتمشي. بتوصل لين للمعلم ويونج اللي علاقتها بيهم اتصلحت أخيرا لما عرفت ماضيها كله، وإن تشوي زمان كان خاين فعلا، وهو كان السبب في هلاك المملكة وقتها وتدمير علاقتها بالمعلم اللي رباها. وبنعرف إن لين حالتها الصحية ابتدت تسوء جدا بعد ما عرفت الماضي، وإن مفيش أي دواء هيقدر يرجعها من تاني سليمة، والظاهر كده يا فرحة ما تمت. في الوقت ده بيكون تشوي على جانب تاني صحي أخيرا من النوم ولقى إن لين مش موجودة حواليه، فقرر إنه يدور عليها وفضل يسأل عنها كل الناس وكل اللي موجودين في المدينة، لكن للأسف من غير فايدة. بيوصل المعلم لتشوي علشان يسلمه رسالة الوداع من لين، وبيطلب منه إنه ما يدورش عليها تاني ولا يستناها ويشوف حياته بعيد عنها. لكن تشوي بيكون رافض اللي المعلم بيقوله له، وبيحط وعد بينه وبين نفسه إنه هيفضل مستنيها لآخر عمره. بعدين بيقابل تشين وبيطلب منه إنه ياخد جرعة الأحلام اللي قدر إنه يحصل عليها واللي هتنقذ حياة لين الصحية من اللي هي فيه. وفعلا بياخد تشين الأكل ده وبيفضل يدور على لين وبيوصل لها وبيديها الأكل وبتخف الحمد لله. وبيفضل تشوي بعدها على الوعد مستني حبيبته ترجع له من تاني زي ما وعدته إنها لا يمكن تسيبه وتبعد عنه في المستقبل. بيستمر تشوي في علاج أهل المدينة من كل أمراضهم من خلال جرعة الأحلام اللي صنعها بفضل لين. وفي يوم بتجيله واحدة مخبية وشها وبتطلب منه ترياق جرعة الأحلام، وفجأة بيلاقيها اختفت من قدامه، فبيطلع تشوي وراها علشان يعرف مين دي وجات له منين. وأول ما بيكشف عن وشها بيلاقيها لين اللي وعدته زمان إنها لا يمكن هتسيبه ولازم في الآخر يجتمعوا من تاني، ومفيش حاجة تقدر تفرقهم ولا حتى إن حد فيهم حياته تنتهي من غير التاني. وبينتهي مسلسلنا على كده، وبيجتمع شمل الحبايب من تاني والمرة دي من غير فراق، وهيفضلوا العمر كله مع بعض ويخلفوا صبيان وكمان بنات. أشوفكوا بقى في ملخص جديد. سلام.